إن الطريق واضح أناره نور الأمل، فاسلكه ثابت الخطى وحاذرا من الزلل، فيه على الله اتكل، موفق من اتكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير يا أولاد وأفضل حال. الحمد لله حلينا على الضمائر الشخصية واديت لحضرتك الحصة اللي فاتت واجب. دلوقتي في المحاضرة بتاعت دلوقتي هتبقى صغيرة جدا كده، بتنزل لك تبع محاضرة الحل، هو محاضرة حل الواجب. خلاص حضرتك حليت لوحدك، بالتأكيد تفتح بقى المحاضرة بتاعت حل الواجب عشان نحل مع بعض على، طبعا كان الواجب كان على الضمائر الشخصية. فتعالى كده مع بعض يلا نشوف موضوع الواجب ونأكد مع بعض على إجابات حضرتك، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون حليت كويس وتفرحنا كده ويبقى القاعدة بالنسبة لك 100 ما فيهاش مشكلة. أول جملة بيقول لي، تعالى نراجع كده يلا. هير حازم ووراها كوما. ها احنا بنعلم الواجب. هير حازم ووراها كوما، فوهي كومين أكيد زي حضرتك وتبقى زي كبيرة عشان تحقق الشرط هنا، هي وعندي كوما. السؤال الثاني بيقول لي فوزند ايه فراو نجوى، ومع فراو نجوى عندي كوما. ها فراو نجوى في قبلها كوما، اذا هنا فوزند زي، اين تكون حضرتك يا فراو نجوى؟ قال لي ان فرانكفورت. 3 قال لي ماين اوما، انا بتكلم على كلمه ماين اوما يعني جدتي، بتكلم على جدتي. ايست زيبتسيش ياري الت، عندها 70 سنه. هكمل الكلام على ماين اوما تبقى زي، طبعا الزي هنا مش احترام، هي معناها هي، وقلنا الاس بتنكتب جروس لما بتبقى بداية الجملة. رقم 4 قال لي بيست فلوريان، طبعا تصريف البيست هنا لو في تصريف الافعال مع الثلاث ضمائر الايش والدو والزي، لما خدنا الفعل زين اللي هو الفعل الشاذ قلنا ايش بن دو بيست، اذا هنا الضمير دو بيست فلوريان. 5 إيست داس فراو أميرة، بتكلم بقول هل دي فراو أميرة؟ قال لي يا دازيست إيه بقى؟ ها دازيست زي احترام ولا زي هي؟ لا زي هي. ليه؟ أنا ما عنديش مع فراو أميرة ما عنديش كوما، إذا بسأل على حد بقول لك هي دي فراو أميرة، قلت لي أيوه هي تكون فراو أميرة. 6 فوهي قمت إيه؟ أنهي ضمير هختاره؟ بس في الإجابة أنا عندي الضمير نحن فيا، احنا قلنا في الإجابة عندي فيا نحن، يبقى في السؤال عايز أنتم، يبقى إيا فوهي قمت إيا، من أين تأتوا أنتم؟ قال لي في الإجابة نحن. 7 فوزند جبورن، طبعا جبورن يا ولاد يعني ولد. هير كاظم، ومع هير كاظم عندي كوما، صح؟ مع هير كاظم أنا عندي كوما قبلها، إذا هنا هستخدم الضمير زي حضرتك، يبقى احنا اتفقنا هي وفراو ولازم عندي كوما. 8 قال لي ليبي، طبعا ليبي اخرها ايه، النهايه بتاعتها ايه، ده طبعا مع الضمير ايش. 9 فو اشتوديرست، انت لو ركزت في الفعل اشتوديرست اخره اس تي، فبالتالي انت هتقول لي دو، صح؟ وبالتاكيد برضه لو بصيت على تكمله السؤال عندي علي وفي معاها كوما، في اسم شخص وعندي كوما، اذا هنا دو برضه. درست قلنا امتى استخدم دو؟ لما يقول لي اسم شخص وراه كوما، وكمان مع تصريف الفعل اللي هو اشتوديرست اخره اس تي يبقى مع دو. 10 هيلجا وراها كوما، لسه قايلين الكلام اهو، اسم شخص وكوما يبقى بيس دو على طول. 11 في هايست ما اسم دي دويتش ليررن، خد بالك كلمة دي دويتش ليررن دي معناها المدرسة الألمانية، ده هنا مؤنثة، كلمة ليررن هي مؤنثة، بقول لك ما اسم المدرسة الألمانية، هتكمل الكلام أو هتعوض عن المدرسة بإيه؟ أكيد بزي، ما هي مؤنثة، زي هايست حنان. سامي أوند إيه؟ قال لي زند أوس محلة، سامي أوند دو ولا سامي أوند إيش؟ طبعا سامي أوند إيش، ليه؟ أنا وسامي هيديني الضمير فيا، في تصريف الفعل هتعرف اللي الفيا تصريفه زند، يبقى سامي وأنا، لكن مش هتبقى دو خالص. 13 هايسي هنا هايسي اخرها ايه، يبقى انهي ضمير يا ولاد؟ يبقى ايش، عشان الايش هو اللي بياخد ايه. نكمل في 14 بيقول لي في رقم 14 است سامي نوخ شولر، طبعا شولر يعني طالب،
بتكلم على عمك سامي هعوض عنه هو على طول. 15 is das فراو ليلى، بسأل على فراو ليلى، هي دي فراو ليلى؟ قال لي يا ده زيست ايه؟ تبقى زي الصغيرة، اوعى تختار زي حضرتك، ما عنديش كوما، فراو ليلى مفيش معاها كوما عشان اقول زي حضرتك. 16 هابت ايه كيندا؟ قال لي في الإجابة، خد بالك في الإجابة قال لي 9 لأ فيا نحن، ده في الإجابة، إذا في السؤال عايز الضمير إيا أنتم. خلاص أظن حلينا على الجزئية ديت مرتين عشان تبقى فاهم، عندي فيا في الإجابة يبقى عايز أنتم في السؤال. رقم 17 قال لي شبريشست، وخد بالك من تصريف الفعل، شبريشست آخره اس تي يبقى دو، لو كملت السؤال هتلاقي عندي اسم اهو نهى وفي معاها كوما، في نهى وفي كوما يبقى دو. طبعا رقم 18 بيقول لي ماين فاميلي، وحلينا عليها قبل كده عيلتي، وقلت لك دي مفرد مؤنث تاني عشان ما تنساش، عيلتي هي مفرد مؤنث، لما هتكلم على عيله تاني تبقى زي هي طبعا. لا خد بالك سوري، احنا هنركز هنا عشان هو ما جابليش، ما اتكلمش هنا على عيله، هو بيقول لي عيلتي عايشه في سوهاج ابا، يعني لكن سوري يا اولاد ركز، لكن ايه ليبه ان كايدو، طبعا ليبه اخرها ايه، هنا انا سوري انا كنت فاكر بيتكلم على عيله برضه، يعني هقول عيلتي وبعدين هكمل الكلام على عيلتي، هو اتكلم على عيلتي قال لي عيلتي عايشه في سوهاج لكن انا عايش في القاهره، يبقى ايش، انا ليه اخترت ايش هنا عشان ليبه اخرها ايه، اذا بتكلم على نفسي، ايش ليبه ان كايرو لكن انا عايش في القاهره. دازست هير ايهاب، ده هير ايهاب، يبقى هتكلم على هير ايهاب بايه؟ ما عنديش كوما، لو كان مع هير ايهاب في كوما كان يبقى قدامي يبقى زي حضرتك. في الت زند ايه؟ قال لي هير جوهري، ولو لاحظت مع هير جوهري عندي الكوما اهي، قبل هير جوهري في كوما، اذا بساله بقول له كم عمر حضرتك يا هير جوهري، يبقى زي حضرتك وتبقى زي كبيره. في الت زند زي. 21 زند ايه في هيراتت، طبعا في هيراتت متزوج، ولو لاحظت معايا عندي هير عاطف وفي كوما، يبقى هنا الضمير زي حضرتك. 22 قال لي فوفون تعالي اند ايه؟ قال لي في الاجابه، لو بصيت في الاجابه عندي نحن، صح؟ في الاجابه عندي ايه؟ نحن، يبقى في السؤال عايز انتم. علي اند ايه بقى يدينا الضمير انتم؟ ها علي اندو، انت وعلي، يبقى هنا انتم، تبقى في الاجابه نحن، فهمتها؟ فوزند ايه؟ خد بالك قال لي في الاجابه زي زند ان برلين، زي هنا بتاعت الجامع، قال لي زي زند هم بيكونوا في برلين، يبقى فوزند زي حضرتك غلط، مش هقول لك اين تكون حضرتك، هتقول لي هم يكونوا في برلين، ولا هقول لك فوزند اير هو فين، ولا هقول لك فوزند دو، ده غلط حتى كتصريف. فوزند سمير اند نجله، اين يكون سمير ونجله؟ قال لي هم يكونوا في برلين، اذا سمير اند نجله بالتالي عوض عنهم بزي الجمع. 24 زايد und منى verheiratet، خد بالك قال لي في الاجابه يا ايوه wir نحن haben zwei Kinder، ايوه احنا عندنا نحن، انا في الاجابه عندي نحن، اذا في السؤال عايز انتم، هو مديني منى، يبقى منى ومين عشان يدينا الضمير انتم؟ ها يبقى منى وانت دو، فهمتها جت منين؟ مش هينفع اقول ايش، اصل انا ومنى تبقى نحن، يبقى انا كده خليت بالقاعده، انا عندي في الاجابه نحن، انا عايز في السؤال الضمير انتم، ايه بقى اللي يديني انتم؟ زي ما خدنا في القاعده، تبقى دو اند اسم شخص، دو اند منى، تبقى هنا انتم. 25 بيقول لي ماين فيرفانتن، طبعا ماين فيرفانتن هنا اقاربي، طبعا خدناها في العيله، واقاربي هنا هنعوض عنها بزي الجمع، ما انا بقول اقاربي هيزوروا القاهره، هقول هم جايين من بنها، هتكلم على اقاربي تبقى زي طبعا، وزي هنا تبقى فاهم بتاعه الجمع، هو كاتبها جروس عشان بدايه الجمله. خلاص كده خلصنا حل الواجب، اتمنى تكون استفدت حاجه. لو انت عندك 25 جمله، عندك 25 جمله حليناهم، اقصى حاجه في ال 25 تكون جايب 20 من 25، ما انت بتصحح ورايا، لو قلت عن ال 20 من 25 اذا لازم ترجع تعيد القاعده تاني، تعيد شرح القاعده وتعيد حل الواجب وتعيد حل الاسئله اللي حليناها الحصه اللي فاتت على القاعده، يبقى معاك 3 حاجات.
لو جبت اقل من 20 يبقى لازم تعيد شرح القاعدة تاني، لازم، عشان كده يبقى في خلل في القاعدة عندك، فلازم تستوعب. ولازم زي ما قلت لك الحصة بتاعة الشرح او بتاعة الحل اللي فاتت، قلت لك الاهم من الحفظ انك تبقى فاهم انا ليه بختار الاجابة. لو وصلت للحتة ديت يبقى انت عديت، يعني لو وصلت لحتة اللي انا بقيت احل الجملة وانا فاهمها، احسن بكتير من لما اكون حافظ زي ما قلت لك انماط معينة من الحل. ده هتسبب لك مشكلة كبيرة بعد كده. تبقى فاهم انا ليه بختار ديت وليه ما اخترتش ديت. هو الهير ليه بيقول وبيشرح؟ ما انا ممكن اديك الاجابات على طول، يعني انا ممكن اطلع في الفيديو بتاع الحل واقول لك يلا قول ورايا، هنا دو، هنا ايش، هنا كومست، هنا فونست، وتانينا اقول. لكن انا بمصر اقول الجملة وترجمها لك عشان انت كمان تكون فاهم هو ايه اللي بيحصل في الجملة، فاهم هو انا ليه اخترت ديت وما اخترتش ديت. فاهمني؟ مش طالع اقول لك احفظ ورايا قول كذا، لا، انا عايزك تفهم المعنى وتفهم اختياري للاجابة ليه. خلاص، اتمنى كل شيء يكون على ما يرام والرسالة بتاعتي وصلت لك كويس، وقابلك ان شاء الله في الحصة الجاية وهنشرح باذن الله فيها تصريف الافعال مع الضمائر الشخصية دي كلها باذن الله، وتكون حصة برضو جميلة كده وفيها شغل عظمة يتناسب مع طلابنا الجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.